السلام عليكم. بصوا، هو نلبس الخمار عادي جدا، والخمار طويل زي ما بتلفيه اي لفه انت عايزاها، طويل طويليه. وبعدين هتجيبي اي عقده او اي اكسسوار انت عايزه تلبسيه او اي سلسله على حسب الشكل انت عايزه تلبسيه، وهتقومي لابساه من فوق كده، وممكن تثبتيه بدوابيس من عند الكتف مثلا. وبس ده بيبقى شكله بيبقى لطيف جدا. ثواني كده ثواني. انت داخله بجد تشوفي ازاي تلبسي السلسله او العقد على الخمار؟ طب ازاي انت لابسه اصلا الخمار ليه؟ نلبس الخمار ليه؟ المفروض بنلبسه عشان اصلا نداري زينتنا، نداري مفاتننا، تبقيش ملفتة بقدر الامكان، بتداري نفسك. لكن انت لما تقومي حاطه لي سلسله ولا حتى عمود نور اكنك ماشيه تنوري في الشارع. وكمان يعني مش هقولك مثلا انت محجبه او انت مش محجبه مثلا، فالمتعارف ان هما بيبقوا لابسين اكسسوارات. لا، انت كمان عامله حاجه شاذه اصلا، اللي هو ما بتتلبسش كده، يعني ما بتتلبسش. وانا مش مألفاها من دماغي، انا بجد يعني عملت الفيديو ده مخصوص لان انا شفت المنظر ده وما كنتش مستوعبه ان في كده اصلا. فانت عامله حاجه شاذه عن اللي حواليك كلهم، مخليه الناس كلها عينها عليكي. يعني مش بس رجاله، ستات قبل رجاله، لان المنظر شاذ جدا ومش متعارف عليه، مش واخدين على المنظر ده. فبجد ما ينفعش خالص. اولا هو زينه، ما ينفعش تمشي اصلا بزينه في الشارع. ثانيا شكلك ملفت جدا. فياريت نخلي بالنا بس ان احنا لابسين الحاجه دي ليه، لابسه خمار ليه، لابسه نقاب ليه. لما تبقي عارفه الاسباب ومقتنعه بيها، مش بس عارفاها، لا مقتنعه بيها، اكيد مش هتعملي حاجه زي كده. فبجد يا بنات شكله ملفت جدا وما ينفعش خالص، وكمان مش لطيف يعني. وبس. السلام عليكم.